عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل للشنطة بتاعتك من ساعة ما بتسلمها للموظف بتاع شركة الطيران لحد ما بتستلمها من على السير مكسرة وطالع عين اللي جابها؟ اخواتي في الله العوافي عليكم. في الفيديو ده هكلمكم عن اللي بيحصل للشنطة من ساعة ما بتسلمها لحد ما تستلمها. كل الناس اللي شايفيني وموجودين في أمريكا أكيد ركبوا طيارات، وأكيد عارفين الفرق بين مطارات هنا ومطارات العالم الثالث اللي احنا جايين منه. انت بتدخل مطار، بتدخل على التيكت كاونتر، بتسلمه الشنطة وبيديك التذكرة وبتطلع بعد كده على البوابة. ممكن تبدل طيارة واتنين وتلاتة في النص وتوصل على المرحلة الأخيرة تلاقي الشنطة مستنياك على السير. في ناس كتير متخيلة ان الشنطة بتشحن قدامك وبتوصل وانت بعد كده توصل بالسلام على مهلك عادي، من غير فحص ولا تفتيش ولا أي حاجة. أحب أقول لك إن المعلومة دي غلط. أنت بتسلم الشنطة، السير بياخدها تحت وبيوديها على منطقة اسمها الباجج روم، بيتعمل لها فحص أمني، ولو شكوا فيها بيفتحوها وبيسيبوا لك ورقة يقول لك إحنا فتحنا لك الشنطة عشان إحنا شكينا فيها. بعد كده الشنط بتتفرز على حسب شركات الطيران، بتروح على السير بتاع شركة الطيران، وشركة الطيران بتفرزها على حسب الطيارة دي رايحة فين. يعني مثلا شركة زي شركة دلتا أو ساوث ويست والجماعة دول بيكون عندهم أكتر من طيارة في نفس الوقت، فالموظفين بيفرزوا شنط كل طيارة لوحدها، والموظف بياخدها وبيروح يطلعها على الطيارة. انت بتبقى قاعد فوق مبسوط، وفي ناس شغالة تحتيك، يعني تحت الأرضية دي في ناس زي ما انتم شايفين كده. الرامبر او اللي هو الموظف المسؤول عن تحميل وتنزيل الشنط من الطيارات اسمه رامبر او رامب ايجنت. المكان اللي بيشتغلوا فيه بيكون يا دوبك، يعني هو ما بيقدرش يقف فيه، بينزل فيه على ركبه. الحركة بتكون صعبة، وطبعا تخيل ان الشنط اللي انت قاعد تعبي وتكبس فيها، في واحد امه داعية عليه مضطر انه يقعد على ركبه ويقعد يحرك فيها يمين وشمال عشان يحطها في المكان المناسب، عشان الشنط دي لازم تترص بطريقة صح على اساس ان هي ما تقعش والطيارة هي طالعة وهي نازلة، لان الشنط دي لو وقعت ممكن تعمل مشاكل تحت، لان هي لازم تكون مرصوصه كويس كده ومتستف على بعض، والشبكه تقفل عليها كويس عشان ما على اساس لو اتحركت والطياره في الجو ممكن تعمل اختلال للتوازن، وده مش حلو خالص عليك انت كراكب. توصل الطياره بامان، يقوم رامبر تاني في مكان تاني يقعد ينزلها وانت وياخدها ويحطها لك على السير اللي انت تستلمها منه. تخيل انت بقى كام واحد اتعامل مع الشنطه بتاعتك من ساعه ما انت سلمتها لحد ما استلمتها. الموظف بتاع التيكت كاونتر، موظف بتاع الامن، موظف رامبر تاني، رامبر تالت اللي رصها في الطياره، رامبر رابع اللي نزلها، والراجل الأخير اللي هبدها فوق السير قبل ما أنت تستلمها. طبيعي جدا الشنطة يطلع عن اللي جابها في الرحلة دي كلها، ولكن في معلومة ناس ما تعرفهاش، وهي إنك لو سلمت الشنطة سليمة عند التيكت كاونتر واستلمتها مكسورة، من حقك تبدلها. انت تروح لشركة طيران تقول لهم يا جدعان الشنطة بتاعتي انا كنت مسلمها سليمة، جات لي زي ما انتم شايفين كده، انا عايز واحدة غيرها، وهم غصب عنهم لازم يبدلوها لك ويدوك واحدة تاني. ايوه، هم مش يدوك واحدة نفس الماركة، ولكن هيدوك شنطة شغالة وحلوة جديدة. بس كده يا جدعان، ده اللي بيحصل للشنط. بخصوص الرامبرز او الرامب ايجنتس، عايز اسالكم سؤال: وليه الشغلانه دي مفيش عرب ولا مصريين كتير شغالينها رغم انها شغلانه حلوه وفيها فلوس حلوه؟ يعني البينيفيتس بتاعتها من البينيفيتس العاليه في الولايات، يعني مثلا شركه زي شركه ساوث ويست بيدفعوا سعر كويس، عندهم امتيازات لو اتكلمنا عليها مش هنخلص للصبح. ده كفايه ان هم بيزيدوا دولار كل سنه عن كل سنه بيجدوها في الشركه، يعني لو قعدت 30 سنه بتلاقي نفسك زدت 30 دولار، غير سعر الساعة الأساسي اللي أنت متعين عليه. بصوا اكتبوا لنا في التعليقات ليه العرب والمصريين خصوصا ما بيحبوش يشتغلوا أو ما بيعرفوش يشتغلوا في الشركات دي، وخاصة إنها الشغلانة من الشغلانات اللي ما تلاقيش فيها طلاينة كتير. الطلاينة اللي أنا أقصدهم هم المنيوية، من هنا ورايح هنسمي المنيوية طلاينة عشان ما حدش يزعل. إخواتي في الله، تقولوا بالعافية، سلام.